بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ احنا كنا جايبين بقى النهارده لفت، سلقنا ورق اللفت اهوت وطلعنا الطماطم ديت كانت عندنا في الفريزر. قلنا نفرمها عشان نعمل ايه النهارده معاكم. هنعمل محشي ورق لفت. سلقنا الورق والطماطم اهيت عملناها فرمناها، قطعنا بصله كبيره، بشرنا بصله كبيره ونزلنا عليها بعصير الطماطم. وهنسبك بقى الصلصة اهو معاكم بتاعة المحشي. وهنجيب بقى رز، هنعمل دقية كده صغيرة. وجبنا بقى شوية رز غسلناهم نقناهم وغسلناهم كويس. وهنعمل بقى حلة المحشي اللي معانا ورق لف. احنا كنا جايبين ربطة بس، يعني ربطة واحدة لان عندنا اصلا كرنب برضو، بس احنا حبينا نعمل ايه، محشي النهاردة لف. فزي ما انتوا شايفين كده هنحشي بقى اهوت في الحلة مطرح الصلصة. هنعمل كده نحشي فيها. وده الورق اهوت، جبناه غسلناه تاني كويس وحطينا الصلصة اهوت على الرز والشبت برضو اللي كان عندنا في الفريزر. قلنا نعمل النهاردة دقية محشي. وعاملين بقى للأولاد النهاردة، عاملين لهم كشري مصري للأولاد، عشان الأولاد ايه ما بنهمش يعني على المحشي، تقلي على المحشي قوي يعني، فقلنا نعمل لهم ايه، لهم هما كشري مصري. وعملنا بقى دقيقة المحشي ديت، ورق لفت. قلنا نعمل محشي ورق لفت، بس برضو اللفت مقضاش. عملنا كده على الوش بقى ايه 4 ورقات من الكرنب اللي عندنا. احنا عندنا كرنب برضو. وكملنا ايه دقيقة المحشي بورق كرنب زي ما انتوا شايفين كده. محشي في الحلة اهوت، والدتي اللي كانت بتحشي وانا بساعدها يعني، بس انا بقى ايه هفصل الكاميرا وبعدين هقعد احشي بقى معاها. زي ما انتوا شايفين كده المحشي طلع معانا بالنتيجة ديت اهوت. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا